14 نوفمبر 2009. لو كنت عايش الفترة دي فأكيد فاكر اليوم ده كويس، وفاكر الشوارع كانت عاملة ازاي، فاكر القهاوي وفاكر البيوت، فاكر الناس وهي مستنية الماتش من بدري بساعات. يومها مصر كلها كانت واقفة حرفيا، واقفة مفيش كلام غير عن حاجة واحدة بس، وهي كأس العالم، الحلم اللي المصريين مستنيينه من سنة 90. 19 سنة كاملة وجيل كامل مستني اللحظة دي، والأغرب إن الناس يومها كانت حاسة إن الحلم أخيرا قرب، يمكن أقرب من أي وقت فات، لأن المنتخب وقتها ما كانش أي منتخب، كان منتخب فيه الحضري وأبو تريكة ووائل جمعة وبركات ومتعب، كمان أحمد حسن. منتخب كسب أفريقيا مرتين، وكان بعد شهور قليلة هيكسبها للمرة الثالثة. منتخب أفريقيا كلها كانت بتعمل له ألف حساب، عشان كده محدش كان متخيل إن الحكاية دي كلها هتنتهي من غير كأس عالم ولا مرة واحدة. طب إزاي أعظم جيل في تاريخ مصر معرفش يحقق الحلم الأكبر؟ تعال أقول لك الحكايه من اولها. علشان نفهم ازاي وصلنا لليله الجزائر دي لازم نرجع كام سنه لورا، نرجع لسنه 2004. وقتها منتخب مصر ما كانش مرعب افريقيا ولا حاجه، بالعكس الناس كانت زهقانه من كتر الاحباط. اخر مره مصر لعبت كاس عالم كان سنه 90، يعني جيل كامل تقريبا طلع وهو عمره ما شاف منتخب مصر في المونديال. كل التصفيات ندخلها نحلم وفي الاخر بنطلع، لدرجه ان ناس كتير بدات تحس ان كاس العالم ده معمول لناس تانية مش لينا احنا. وفي وسط الجو ده اتحاد الكوره قرر يجيب حسن شحاته، والحقيقه الناس وقتها ما كانتش شايفاه المنقذ اللي هيغير تاريخ الكوره المصريه. بالعكس في ناس اعترضت، وفي ناس كانت عايزه مدرب اجنبي، وفي ناس كانت شايفه ان المشكله اصلا اكبر من اي مدرب. لكن حسن شحاته كان شايف حاجه تانية خالص، كان شايف ان في خامات موجوده وفي لعيبه كويسه، بس محتاجه حد يجمعها، حد يخليهم فريق مش مجرد شويه نجوم بيلعبوا جنب بعض. وبدا يبني واحده واحده، الحضري ووائل جمعه واحمد حسن وبركات ومتعب وعبد الظاهر السقا. ومع الوقت بدات اسماء اكتر تظهر وتلمع، ومن ضمن الاسماء دي كان في لاعب هيبقى بعد كده واحد من اهم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه، محمد ابو تريكه، واللي بالمناسبه احنا اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقه كامله على القناه، فلو لسه ما شفتهاش انصحك تشوفها بعد ما تخلص الحلقه دي. لكن دلوقتي خلينا نرجع لحكايه الجيل كله، لان حسن شحاته ما كانش بيبني فريقه بس، كان بيبني شخصيه. كان عايز اللعيبه تنزل الملعب وهي مقتنعه انها تقدر تكسب اي حد، مش مهم اسمه ايه ولا بيلعب فين ولا عنده كام نجم. وده كان جديد على منتخب مصر، لان سنين طويله كنا بندخل الماتشات الكبيره واحنا خايفين، انما الجيل ده بدا يلعب وهو مقتنع انه يقدر يكسب، وده فرق كبير جدا. ومع كل معسكر ومع كل ماتش الفريق كان بيتطور والثقه كانت بتزيد، والناس بدات تحس ان في حاجه بتطبخ وان في جيل مختلف بيتكون. بس زي اي مشروع كبير لازم يجي وقت ويتحط فيه تحت الاختبار، واختبار الجيل ده جه بدري وجه في اهم بطوله ممكن اي لاعب يحلم بيها، وهي كاس العالم. تصفيات مونديال 2006 كانت على الابواب، وهنا بدات اول صدمه في قصه الجيل الذهبي. تصفيات كاس عالم 2006 بدات، ودي كانت اول مره الجيل ده يتحط فيها تحت ضغط حقيقي، لانك ممكن تخسر بطوله ممكن تخسر ماتش، لكن لما تخسر فرصه كاس العالم بتبقى حاجه تانية خالص. وقتها مصر وقعت في مجموعه مش سهله ابدا، كان فيها الكاميرون وكوتيفوار وليبيا والسودان وبنين، ومن اول يوم كان واضح ان المنافسه مش هتبقى سهله، خصوصا ان كوتيفوار وقتها كانت طالعه بجيل مرعب، جيل فيه دروجبا ويايا توريه، وناس كتير كانت شايفه ان المنتخب ده رايح يعمل حاجه كبيره. لكن حسن شحاته واللعيبه ما كانوش خايفين، بالعكس كان عندهم ثقه انهم يقدروا ينافسوا. بس المشكله ان التصفيات دي علمتنا درس مهم جدا، انك مش لازم تبص للماتشات الكبيره بس، لازم تبص لكل نقطه ممكن تضيع منك، لانها في الاخر هي اللي بتفرق. ومع بدايه المشوار مصر بدات تضيع نقط كتير، والناس وقتها ما كانتش حاسه بخطورتها. كل شويه نسمع لسه بدري، لسه في ماتشات كتير، لسه عندنا فرصه. لكن مع الوقت كوت ديفوار كانت بتبعد، مصر كانت بتجري وراها، وكل ما نقرب كانت هي تبعد خطوه زياده لحد ما وصلنا للجولات الاخيره. وساعتها بدات الناس تستوعب ان المهمه بقت شبه مستحيله. لكن زي اي مشجع مصري الامل عمره ما بيموت حتى لو الحسابات كلها ضدك. وفي الاخر التصفيات خلصت وكوت ديفوار راحت كاس العالم، اما مصر فرجعت البيت، واول حلم مونديال للجيل ده انتهى. والحقيقه الضربه دي كانت مؤلمه جدا، لان اللعيبه كانت حاسه انها اقوى من كده واحسن من كده، لكن النتيجه في الاخر واحده، مصر بره كاس العالم تاني وتالت ورابع، وكأن اللعنه مكمله. لكن اللي محدش كان يعرفه وقتها ان الخيبه دي هتبقى بدايه حاجه اكبر بكتير، لان بعد شهور قليله المنتخب ده يتحول من منتخب خارج من تصفيات كاس عالم لمنتخب افريقيا كلها هتبقى خايفه منه. وساعتها بدات الحكايه الحقيقيه. بعد الخروج من تصفيات كاس العالم كان قدام حسن شحاته واللعيبه طريقين، يا اما ينهاروا يا اما يردوا في الملعب. والظاهر ان الجيل ده كان بيحب يرد في الملعب، لان سنه 2006 كانت مصر مستضيفه بطوله افريقيا، والناس كانت داخله البطوله وهي عندها امل، بس مش لدرجه انها تتوقع اللي هيحصل. منتخبات كبيره موجوده وضغط جماهيري، واي تعثر كان ممكن يقلب الدنيا. لكن المنتخب بدا يكسب، ومع كل ماتش الثقه كانت بتزيد والجمهور كان بيصدق اكتر، لحد ما وصلنا للنهائي. وفي النهايه مصر كسبت افريقيا، واول بطوله دخلت دولاب المنتخب بعد سنين طويله. وفجاه حسن شحاته اللي ناس كتير كانت بتشكك فيه بقى بطل، والجيل اللي ناس كتير كانت شايفه انه عادي بقى جيل استثنائي. لكن الاهم من البطوله نفسها انها غيرت عقليه
عقلية المنتخب وخلت اللعيبة تبقى مقتنعة انها تقدر تكسب وانها تقدر تبقى رقم واحد. وده ظهر اكتر بعد سنتين لما مصر راحت غانا سنة 2008 وكسبت افريقيا المرة التانية. وهنا بقى محدش يقدر يقول صدفة ومحدش يقدر يقول حظ، لان المنتخب بقى ملك افريقيا رسميا والجيل الذهبي وصل لاعلى مستوى ليه. لكن وسط كل الاحتفالات دي كان في سؤال بيطارد الجميع: ايه فايدة كل البطولات دي لو منتخب مصر مش موجود في كاس العالم؟ والاجابة كانت مستنياهم في سنة 2009، السنة اللي شهدت اعظم نسخة من منتخب مصر واقسى وجع في نفس الوقت. وصلنا لسنة 2009 والحقيقة انا شايف ان دي كانت اقوى نسخة من منتخب مصر شفتها في حياتي. الجيل وصل للقمة، الحضري في عز مستواه، وائل جمعة صخرة في الدفاع، احمد حسن قائد، ابو تريكة وبركات ومتعب وزيدان. والمنتخب وقتها كان داخل اي ماتش وهو مقتنع انه يقدر يكسب، مش بس افريقيا، لا قدام اي حد. وفي السنة دي مصر راحت كاس القارات، بطولة فيها ابطال القارات كلها، يعني مفيش هزار. واول ماتش كان قدام البرازيل، ايوه البرازيل اللي فيها كاكا وروبينيو ولويس فابيانو ونجوم في كل حته، والناس كلها كانت متوقعه ان مصر هتاخد علقه محترمه. لكن اللي حصل كان صدمه للعالم كله. منتخب مصر لعب ماتش عالمي والدنيا كلها اتفاجئت وخسرنا 4-3، بس النتيجه عمرها ما حكت اللي حصل جوه الملعب، لان منتخب مصر وقتها كان واقف قدام البرازيل ند بند، وساعتها العالم كله بدا يبص لمصر بشكل مختلف. وبعدين جه الماتش التاني قدام ايطاليا بطله العالم، واللي محدش كان متوقعه حصل. مصر كسبت، ايوه كسبنا بطل العالم، والدنيا كلها اتقلب. الصحف الاجنبيه بتتكلم عن مصر والناس بدات تسال سؤال غريب: هو ازاي المنتخب ده مش في كاس العالم؟ ازاي منتخب بالشكل ده لسه بيحارب عشان يصعد للمونديال؟ ومعلش استنى هنا شويه، اكيد في واحد من حبايب عبود دلوقتي هيقول لي: يا عبود هو منتخب يكسب ايطاليا بطله العالم ويقف قدام البرازيل بالشكل ده وما يكونش في كاس العالم؟ والله يا حبيبي وانا زيك مستغرب، بس اللي جاي اغرب بكتير، لان كان فاضل ماتش اخير، ماتش مع امريكا. وقتها الحسابات كانت معقده شويه، لكن الخلاصه ان مصر كان عندها فرصه حقيقيه جدا تصعد لنص النهائي. والناس بدات تحلم مش بكاس القارات بس، لا بدات تحلم بكاس العالم، لان المنتخب اثبت انه يقدر يلعب قدام اي حد. لكن اللي حصل بعد كده كان صدمه، مصر خسرت 3-0 وفي نفس الوقت البرازيل كسبت ايطاليا، وفجاه منتخب مصر اللي كان قريب جدا من التاهل خرج من البطوله. والاغرب من كده ان المنتخب اللي كسبنا يومها منتخب امريكا كان بيدربه مدرب اسمه بوب برادلي. خلي الاسم ده في بالك وما تنساهوش لاننا هنرجع له بعد شويه. ورغم الخروج كاس القارات كانت نقطه مهمه جدا في قصه الجيل الذهبي، لانها خلت العالم كله يحترم منتخب مصر، وخلت المصريين نفسهم يقتنعوا ان المنتخب ده يقدر يقف قدام اي حد. ويمكن عشان كده لما بدات تصفيات كاس العالم 2010 ما كانش فيه اي هدف غير هدف واحد وهو كاس العالم. القدر وقتها قرر ان الطريق للحلم هيعدي من عند الجزائر، لكن قبل ما نوصل لمودرمان لازم الاول نفتكر ان الحكايه ما بداتش هناك ولا حتى في استاد القاهره. الحكايه بدات من ماتش الذهاب في الجزائر. وقتها منتخب مصر راح وهو عارف انه داخل على واحده من اصعب اختبارات الجيل كله، والدنيا كانت مش عليله هناك، اعلام وجماهير وضغط من كل ناحيه. والماتش انتهى بخساره مصر 3-1، والنتيجه دي عقدت الدنيا جدا لانها خلت المنتخب مطالب انه يعوض ويعوض قدام منتخب قوي. وفي تصفيات زي دي كل جول بيفرق وكل نقطه بتفرق. وساعتها ناس كتير بدات تشك، بدات تقول ان الحلم بيبعد من جديد وان كاس العالم ممكن يضيع للمره الثانيه. لكن الجيل ده كان دايما بيظهر وقت الشد، ويمكن دي كانت اكتر حاجه بتميزه. وعلشان كده وصلنا ليوم 14 نوفمبر 2009، مصر والجزائر في استاد القاهره، اليوم اللي بدانا بيه الحلقه. والحقيقه انا مش محتاج اوصف اجواء اليوم ده لان اي حد عاشه عمره ما هينساه. البلد كلها كانت واقفه حرفيا، كل بيت كل قهوه كل شارع، الناس كلها كانت مستنيه، ومفيش كلام غير عن حاجه واحده بس وهي كاس العالم، الحلم اللي المصريين مستنيينه من سنه 90. والمنتخب يومها عمل اللي عليه ورجع الامل للحياه من جديد. وفجاه مصر كلها بقت بتحسب الايام، مستنيه الماتش الفاصل، مستنيه مودرمان، مستنيه 90 دقيقه ممكن تغير تاريخ جيل كامل. وجت اللحظه اللي المصريين استنوها سنين، يا هتروح كاس العالم يا هترجع البيت، مفيش فرصه تانية، مفيش تعويض، مفيش بكره. والحقيقه يا حبايب عبود يمكن دي كانت اكتر 90 دقيقه وجعت المصريين في تاريخ الكوره، لان الناس كلها كانت مقتنعه ان الجيل ده يستحق يكون في كاس العالم، يمكن اكتر من اي جيل قبله. لكن الكوره ساعات ما بتبقاش عادله، وساعات الحلم بيبقى قريب جدا لدرجه انك تحس انك هتمسكه بايدك وبعدين فجاه بيضيع، والحكم صفر واللعيبه وقعت على الارض والجماهير اتصدمت والحلم انتهى. وفي لحظه واحده الجيل الذهبي خسر اقرب فرصه ليه في تاريخه. والاصعب من الخروج نفسه ان الناس كلها كانت حاسه ان المنتخب ده مكانه الطبيعي كان في كاس العالم، لكن بدل ما يروح جنوب افريقيا سنه 2010 رجع القاهره وهو شايل وجع عمره ما يتنسي. لكن الغريب ان الحكايه ما خلصتش هنا، لان بعد شهور قليله بس الجيل ده هيعمل حاجه ما حدش عملها قبل، وحاجه هتخلي السؤال يبقى اصعب بكتير: ازاي منتخب كسب افريقيا 3 مرات ورا بعض مش موجود في كاس العالم؟ بعد مودرمان ناس كتير كانت متخيله ان المنتخب هينهار وان الجيل ده خلاص انتهى وان اللي حصل في السودان هيكسر اللعيب. والحقيقه ان اي منتخب تاني كان ممكن يحصل فيه كده، لكن الجيل ده كان مختلف. الجيل ده طول عمره بيعرف يرد في الملعب، كل مره الناس كانت بتشك فيه كان بيرجع يسكت الكل. ويمكن عشان كده بعد شهور قليله من وجع مودرمان منتخب
منتخب مصر راح انجولا يلعب افريقيا 2010. ويا حبايب عبود خليني اسالك سؤال، تفتكر لو كنت لاعب وضاع منك حلم كاس العالم بالطريقه دي كنت هتعرف تركز تاني؟ كنت هتعرف تلعب تاني؟ الحقيقه ان ناس كتير ما كانتش متوقعه من المنتخب اي حاجه، لكن اللي حصل كان العكس تماما. المنتخب دخل البطوله وكسبها للمره الثالثه على التوالي، 3 بطولات افريقيا ورا بعض، انجاز محدش عمله قبلهم ومحدش قدر يعمله بعدهم. وساعتها بقى حصلت المفارقه الغريبه، كل ما الجيل ده يحقق انجاز السؤال يكبر اكتر، ازاي منتخب كسب افريقيا 3 مرات متتاليه مش موجود في كاس العالم؟ ازاي منتخب سيطر على القاره سنين طويله قاعد يتفرج على المونديال من البيت؟ ويمكن حد من حبايب عبود يقول لي دلوقتي يا عبود هو مش ممكن نكون مكبرين موضوع كاس العالم شويه؟ ما هو الجيل كسب كل حاجه تقريبا. اقول لك لا، لان كاس العالم حاجه مختلفه، اي لاعب كوره بيحلم انه يلعب فيه، واي مشجع بيحلم يشوف بلده هناك. وعشان كده رغم كل الافراح ورغم كل البطولات فضل في احساس ناقص، احساس ان في حلم كبير لسه ما اتحققش ويمكن عمره ما هيتحقق. والاصعب من كده ان الزمن بدا يدخل على الخط، والزمن عمره ما بيرحم اي لاعب ولا اي جيل. ومع مرور الوقت الجيل الذهبي بدا يكبر وبدات رحله النهايه. الحضري كبر، وائل جمعه كبر، وبركات كبر، واحمد حسن كبر، والسنين اللي كانت في صالح المنتخب زمان بدات تبقى ضده. ورغم كده فضل في امل اخير، تصفيات كاس العالم 2014، والناس بدات تحلم من جديد. يمكن المره دي يمكن الجيل ده يلحق يحقق الحلم قبل ما الستاره تنزل. ومصر بدات التصفيات بشكل ممتاز، ماتش ورا ماتش وفوز ورا فوز، والثقه رجعت للجماهير من جديد، وبدات الناس تتكلم عن كاس العالم تاني. لكن المره دي كان في راجل واقف على الخط اسمه احنا سمعناه قبل كده، بوب برادلي. ايوه نفس بوب برادلي مدرب منتخب امريكا اللي كسب مصر في كاس القارات سنه 2009. القدر رجعه تاني للقصه، بس المره دي مدرب لمنتخب مصر. والحقيقه ان البدايه كانت مبشره لحد ما جه الدور الفاصل ووقعت مصر مع غانا. وقتها غانا كانت من اقوى منتخبات افريقيا، لكن برضه محدش كان متوقع اللي حصل، هزيمه 6-1، صدمه واحده من اصعب الليالي في تاريخ المنتخب. والحقيقه الوجع ما كانش في النتيجه بس، الوجع كان ان الكل كان حاسس ان دي النهايه، نهايه اخر محاوله ونهايه اخر حلم. وماتش العوده اتلعب ومصر كسبت، لكن كان خلاص الاوان فات والحلم انتهى. وبعدها بدات اسماء تختفي واحده واحده، لاعب بيعتزل، لاعب بيبعد، ولاعب بتنتهي رحلته، لحد ما لقينا نفسنا فجاه بنودع اعظم جيل في تاريخ الكره المصريه، جيل حسن شحاته، الجيل اللي كسب افريقيا مره واثنين وثلاثه، الجيل اللي هزم ايطاليا بطله العالم وخلى افريقيا كلها تخاف منه. لكن رغم كل اللي حققه فضل فيه سؤال واحد، سؤال محدش لحد النهارده لاقي له اجابه، ازاي جيل كسب 3 افريقيا ورا بعض ما عرفش يوصل كاس العالم؟ يمكن عشان الكوره ساعات ما بتبقاش عادله، ويمكن عشان التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق، لكن المؤكد ان الجيل ده هيفضل اعظم جيل شافته مصر، واكتر جيل وجع جماهيرها في نفس الوقت، لانه كسب كل حاجه الا الحاجه اللي كان نفسه فيها. ولو رجعنا لاول دقيقه في الحلقه، اليوم اللي مصر كلها كانت مستنياه، يوم ماتش الجزائر في استاد القاهره، هتفهم ليه الجيل ده بالذات لسه الناس بتتكلم عنه لحد النهارده. مش علشان كسب افريقيا مره ولا مرتين ولا حتى 3 مرات، لكن عشان الجيل ده كان قريب جدا من الحلم اللي المصريين مستنيينه من سنه 90. وفي كل مره كان بيقرب كان في حاجه بتحصل، مره بدايه سيئه في 2006، ومره مدرومان، ومره النهائي الاسيا قدام غانا. لكن رغم كل ده محدش يقدر ينكر ان الجيل ده غير تاريخ الكره المصريه. جيل حسن شحاته رجع منتخب مصر للقمه، وخلى افريقيا كلها تعمل له الف حساب، وخلى ملايين المصريين يعيشوا لحظات عمرهم ما هينسوها. ويمكن علشان كده لما حد بيسال مين اعظم جيل في تاريخ منتخب مصر هيبقى فيه اسماء كتير، لكن جيل حسن شحاته هيبقى دايما اول اسم بيجي في بال اغلب الناس، والجيل اللي كسب افريقيا 3 مرات ورا بعض، والجيل اللي كان يستحق يلعب كاس عالم. لكن القدر كان ليه راي تاني، ودي يا حبايب عبود كانت قصه الجيل الذهبي، قصه اعظم جيل في تاريخ مصر ما عرفش يوصل كاس العالم. ما تنساش تعمل لنا بقى لايك، سبسكرايب على اليوتيوب، وتابعنا على التيك توك. سلام.